بسم الله، أهلا وسهلا بحضراتكم وأمسية كروية جديدة من كرة الجمهور. عزيزي المشاهد، النهاردة كان هناك لقاء ليفربول أمام جيرونا في دوري أبطال أوروبا. ما يهمنيش اللي حصل في اللقاء، ولكن اللي يهمني هو محمد صلاح نجمنا منتخب مصر، اللي النهاردة بيسجل الهدف رقم 50 ليه في دوري أبطال أوروبا، 44 منهم مع ليفربول وخمسة مع بازل السويسري، وهدف وحيد سجله مع روما في دوري الأبطال. محمد صلاح هو لاعب مصري بطراز فضائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. محمد صلاح اللي بينافس على الكرة الذهبية منفردا، والحقيقه في حاله ان محمد صلاح ما خدش الكره الذهبيه اشوف ان هو ظلم كبير، ظلم كبير جدا جدا بالنسبه لمحمد صلاح. محمد صلاح النهارده بيسجل هدف الفوز في عز ما بيتقال كلام كتير عن ان محمد صلاح مش افضل حاجه. حتى انا لما كنت في التغطيه عن هذا اللقاء اللي قلت عليه ان محمد صلاح مش افضل حاجه. النهارده محمد صلاح بيقدم واحده من اسوأ الماتشات ليه النهارده، سواء في التحركات سواء في الكور اللي كتير بتتقطع منه. ولكن يجي الوقت ويعدي الوقت وتستمر للهيمنة والسيطرة بالنسبة لمحمد صلاح، اللي بيسجل النهاردة هدف من ضربة جزاء يعادل رقم 50 لينضم للقائمة ضمن أكبر عدد هدافي لدوري أبطال أوروبا العشرة.